وانه متفقين على هذه اللائحه ولا كاين دراوي الكاتب الإقليمي ديال الاتحاد العام للشغالين بتطوان والإقليم. في البداية أولا كنشكر الصحافة على التواجد ديالها معنا لتغطية هذا العرس النضالي. وحنا كنرحبوا بجميع الإخوان القادمين فلاحة قادمين من أقاليم جهات الشمال طنجة تطوان الحسيمة. وحنا الاتحاد العام عندنا واحد الشعار ديالنا كنا دائما كنهزوه في المناسبات ديالنا، وهو الحكم للشعب والأرض لمن يحرثها والمعامل للعمال. حنا ماشيين في هذه السياسة هذه، وكنحاولوا التضامن ديالنا مع هذه المجموعة اللي هي متواجدة معنا اليوم باش نديروا اليد في اليد، باش ندافعوا على الحقوق ديالهم، باش ندافعوا ونحافظوا على المكتسبات ديالهم، باش ندافعوا على الكرامة ديالهم. وثانيا باش نحاربوا سياسة الريع ولا حكامة في قطاع الفلاحة، قطاع حساس جدا، وأن المغرب هو بلاد الفلاحة، ويجب الاعتناء بالفلاح الصغير والمتوسط ومساعدته وتتبعه في عمله اليومي. نتمنى من الجهات المسؤولة اللي غادي نتعاملوا معها مستقبلا إن شاء الله أنها تفتح الأبواب وتسمع للنداءات والمشاكل والمطالب ديال هذه الفئة اللي هي فئة مهمة في المجتمع المغربي. وشكرا مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كان مؤتمر الإقليمي لتأسيس الكتابة الإقليمية للاتحاد العام للفلاحين على مستوى إقليم مدينة تطوان. كما شفتوا المؤتمر عرف مجموعة تدخلات ديال الفلاحين اللي كيعانيوا مجموعة من المشاكل. احنا ككتابة إقليمية منتخبة للاتحاد العام للفلاحين إن شاء الله غادي نتبناو هذه المشاكل ونحاولوا في أسرع وقت أننا نلقاو لهم حلول. وشكرا. نور الدين صغروشني، كاتب جهوي للقطاع الفلاحي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جهة طنجة تطوان الحسيمة. اليوم حاضرين مع الإخوان ديال الاتحاد العام للفلاحين في المنطقة ديال تطوان لتأسيس المكتب الإقليمي. كما كتعرفوا هذا الاتحاد العام للفلاحين هو درع من أدرع ديال الحزب الاستقلال، والدور ديالنا كجامعة الفلاحة هو التأطير والاشتغال مع الإخواننا الفلاحة، لأن كما كتعرفوا كنتقاسموا نفس الهموم تقريبا ونفس الموضوع، لأن هو التنمية ديال العالم القروي والتنمية ديال الفلاحة. في هذا الإطار في إعادة بناء وإعادة هيكلة الأدرع ديال الحزب، احنا هنايا باش الانتخاب المكتب الإقليمي ديال مدينة تطوان للاتحاد العام للفلاحين. كما كتعرفوا المنطقة ديال جهة طنجة تطوان بالحسيمة هي منطقة فلاحية بامتياز، والتنظيمات الفلاحية نورمالمون كان يتم التأطير ديالهم عن طريق الحزب، وحنا هنا باش نواكبوا هذه العملية ونتمنوا خير لهذا المكتب الجديد وبالتوفيق إن شاء الله. احنا اليوم جينا لهنا الاقليم تطوان باش نصاروا على واحد تاسيس الدائره الفلاحيه ديال نقولوا المكتب الاقليمي ديال اقليم تطوان. بدينا التجربه في الشمال في العريش درنا نقولوا الدوائر المحليه، بدينا بالدوائر المحليه كامله ودزنا للمكتب الاقليمي، وهنا تطوان يعني كنستافدوا من التجربه الثانيه. دابا حنا هنا في اليوم كان نقولوا في المؤتمر الاقليمي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.